مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحة وأحسن حال. النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه شوية عن فكرة الحصالة والجمعية، وإمتى نعمل حصالة وإمتى ندخل في جمعية. إن شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم ويشجعكم كده إن شاء الله. وهنعمل كمان وصفة اقتصادية كده، يعني خلال الفيديو كده واحنا بنعمل الوصفة إن شاء الله نتكلم مع بعض. هيبقى فيديو كده إيه، هن يعني هندردش فيه كده شوية مع بعض إن شاء الله. وعايزة آرائكم بقى في الكومنتات إن شاء الله، تقولوا لي أنتوا بتفضلوا إيه. فيلا كده نسمي الله ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونشوف بقى الوصفة بتاعتنا ونتكلم كده شوية مع بعض. مبدئيا كده أنا كان عندي كيلو لحمة مفرومة، قسمته على مرتين. عملت مره كده ستريبس، والمره التانية ما حبيتش ان انا اقلي الفراخ او اعمل بانيه او اعمل اي حاجه كده مقليه. فقلت هعمل لهم كفته فراخ بتبقى خفيفه كده وصحيه، يعني ما بتستهلكش فيها زيت كتير. فكنت متبله اصلا الفراخ ملح وفلفل كده وتوم باودر وبصل باودر وشويه بابريكا، وسايباها عندي بقى في التلاجة. فطلعت كده الفراخ زي ما انتم شايفين، وهجيب الكبة وهبتدي افرم الفراخ دي كلها. هحطها بقى عندي في الكبة، هنفرمها كويس جدا. وبعدين هضيف عليها الخضار. هو المفروض ان انا كنت ضفت الخضار الاول قبل ما احط الفراخ في الكبة. يعني انا كنت هقطعه صغير كده واضيفه على الفراخ المفرومه. بس افتكرت ان انا ولادي الله يسامحهم يعني بينقوا الخضار كده، لو لقوه باين كده بينقوه من الفراخ او اللحمه كده بيطلعوه. فبيزهقوني بصراحه، فقلت خلاص بقى ايه، بعد ما افرم من الفراخ هبتدي افرم الخضار. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي هتبقى حلوة جدا لو عندك أوراق مخلية برضو. هتبقى حلوة جدا لأن الصدور لوحدها كده بتبقى ناشفة شوية، بس أنا إيه يعني تعاملت يعني. بس هي هتبقى حلوة قوي وجوسي كده وطرية لو فرمتي معاها وراك مخلية، هتبقى حلوة قوي. بصوا بقى الخضار عندي بصلاية يعني تبقى وسط كده، انا لما لقيتش بصلاية وسط ف يعني قطعت بصلتين صغيرين. وده طبعا توم مفروم، يعني حوالي كده ايه 3 4 فصوص توم. وكان عندي كمان فلفل الوان انا كنت مفرزاه، فطلعته كمان. قلت مش هيخسر خالص في الوصفة ديت، يعني كل ما بتزودي خضار بيبقى احسن، بيعمل معاكي كمية وكمان ايه بيعلي القيمة يعني بتاعت الوصفة. فحطيت في الكبة بقى البصل والثوم والفلفل. عايزة تضيفي بقى برضو بشر كوسة او جزر، اي حاجة انت يعني ايه حباها او عايزة تدخليها في الفراخ كده من غير ما الولاد ياخدوا بالهم. ممكن يعني تفرميها كده معاها، مش هتبان يعني خالص. انا فرمت كده الخضار اهوت في الكبة زي ما انتم شايفين، اتفرم ناعم كويس جدا. وهبتدي اضيف عليه الفراخ زي ما قلت لكم. ما تعملوش زي بقى كده، افرموا الاول الخضار وبعدين ضيفوا عليه الفراخ وشغلوا الكبه، هيتفرموا كلهم مع بعض وهيبقوا حلوين جدا. فضفت الفراخ اهي، وهبتدي بقى ايه احط معلقتين بس من الفيجيتار علشان تمسك لي الفراخ، معلقتين بس. وبعدين ايه مش هضيف بهارات كتير لان انا اصلا متبله الفراخ من قبلها. يعني مش هحط بهارات كتير يعني قوي، هحط يعني حاجات بسيطه علشان خاطر بس الايه الخضار اللي انا حطيته. فهضيف شويه بابريكا برضو، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، وزي ما قلت لكم توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ لو انتي لو عندك يعني وكده. وفرمتهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. وهبتدي بقى ان انا ايه ابشر بصلايه كده وطماطمايه، عايزه اخد الميه بتاعتهم ماشي، عشان بس كده ايه اعرف اصبع الكفته وما تبقاش ملزقه كده في ايدي. يعني هدهن ايدي بقى بالميه ديت يعني وكده علشان اعرف ان انا اصبعها بسهوله. صفيتهم كويس بقى بالمصفى اهيت، وهاخد بس الميه بتاعتهم. طبعا انا كنت مستعجله، فلو انت عملتيهم كده من الاول هتنزل ميه اكتر من كده، يعني لو انت عملتيها وسبتيها بس شويه هتنزل ميه اكتر من كده. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر على ميه البصل والطماطم دي. وجبت بقى ايه ظهر شوكه كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اصبع الكفته. عندك السياخ اللي هي الشيش طاووق، ظهر، معلقه، اي حاجه اشتغلي بيها.
جبت طبق وابتديت ان انا اصبع الكفتة اهي. وكل شوية كده كنت بمسح ايدي بالمية بتاعة البصل والطماطم ديت، واصبع الكفتة. بس كده تعمل معاكي كمية حلوة جدا، وهتبقى يعني زي ما قلت لكم موفرة كده في الزيت، وحاجة خفيفة، وهتبقى حلوة قوي اهي. هسيبها بقى تتشمع شوية عندي في التلاجة، يعني 10 دقايق ربع ساعة كده قبل ما تحطيها في الطاسة. تعالوا بقى كده نعمل شوية سلطة كده بلدي مع بعض جنب الأكلة ديت. ونتكلم شوية زي ما قلت لكم عن فكرة الحصالة وفكرة الجمعية. ما تنسوش بقى تحطوا لايك، أنا متأكدة إن انتوا ما حطوش اللايك، حطوا لايك كده للفيديو. وتعالوا كده نسمي الله كده ونبدأ مع بعض. دلوقتي ناس كتيرة جدا بيبقى نفسها ان هي تشيل مبلغ على جنب، او يبقى معاها فلوس، سواء هتشتري حاجة ليكي انت شخصية، هتجددي حاجة في البيت، هيبقى للولاد مثلا احنا داخلين على موسم مدارس وعايزين شنط والدروس واللبس والكلام من دوت، يعني هتعمليها المصيف. بصوا، ايا كان لما بتشيلي اي قرش على جنب بتبقي مطمنة ومستريحة كده، ايا كان انت هتشيليه باي طريقة من الطرق. طيب انا دلوقتي عندي دخل ثابت سواء ليا او لجوزي، يبقى سواء عندي دخل ثابت بيدخل لي شهريا من شغل مثلا او من اي حاجة تانية، يبقى انصحك بالجمعية. لو انت ايدك مثلا ما بتتمدش على الفلوس، وعندك إرادة كده وبتعرفي تحوشي، يبقى اعملي حصالة. طالما انت ما بتعرفيش تمسكي ايدك والحصالة قدامك ممكن تفتحيها في اي وقت انت عايزة فيه اي حاجة، يبقى لا، ما تعمليش حصالة. يبقى الزمي نفسك بجمعية وادخليها ايا كان بقى المبلغ اللي انت هتدخلي بيه. طالما انت عندك دخل ثابت بيدخل لك كل شهر وانت متأكدة منه، يعني مثلا شغلك او شغل جوزك او اي حاجة دخل ليكي ثابتة انت متأكدة منها وضمناها، يبقى ادخلي جمعية بقلب جامد كده واقبضيها في الاخر. يعني نصيحة مني، بلاش تقبضيها في الاول، خليكي كده في الاخر. لو انت مش مستعجلة عليها خليها كده في الاخر، وخدي مبلغ على بعضه، وتكوني محددة وعارفة انت هتعملي ايه بالمبلغ ده. لان انت لو مش عارفة انت هتعملي بيه ايه هتاخديها تصرفيها في البيت، او تصرفيها على اي حاجة مثلا ملهاش لازمة. انما حددي كده هدف وشوفي انت محتاجة ايه، وادخلي جمعية بقى مع اصحابك، مع اهلك، مع حد من جيرانك، يعني بأي مبلغ وليكن 500 جنيه مثلا، والزمي نفسك بيهم كل شهر ان انت تدفعيها تعملي بيها حاجة. ده لو انت زي ما قلت لك عندكم دخل ثابت. طب انا جوزي شغال باليومية او مثلا انا بشتغل او جوزي بيشتغل، بس احنا مش ضامنين شغلنا دوت، ممكن نقعد لا قدر الله في اي وقت احنا مش ضامنين ظروفنا فيه، يبقى انصحك بالحصالة. هاتي حصالة زي اللي انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، اللي هي الصفيح دي اللي هي ما بتتفتحش بسهولة دي. هاتيها بقى اي حجم انتي عايزاه، بس ابتدي بقى بحجم صغير كده علشان خاطر لما تتملي معاكي تتشجعي وتتحمسي كده، وتديكي دفعة ان انتي يعني ايوه عاش بقى هو انا قدرت ان انا يعني املى الحصالة بتاعتي. هتجمدي الفلوس دي وتحطيهم، يعني لو انت مش محتاجاهم، او لو المبلغ مش هيكفي مثلا لحاجة معينة في دماغك، جمديهم وحطيهم في حصالة تانية. تمام، ايا كان بقى انتي جمعتي مثلا 400، جمعتي 500، جمعتي 600، هتجمديهم وتحطيهم في الحصالة وتكملي عليهم تاني لحد ما توصلي لمبلغ معين، اشتري بيه اي حاجة بقى انتي عايزاها. لو انت مش حاطه حاجه في دماغك معينه، عايزه تجددي حاجه في البيت، عايزه تشتري حاجه للولاد، او مصاريف دروس مثلا، او مدارس، او اي حاجه من الحاجات دي، يبقى هاتيلك بيها اي حاجه ذهب. اي حاجه ذهب هتنفعك جدا. بصوا، انتوا ممكن تبداوا كده يعني المبلغ اللي معاكي مثلا لو جوزك هيكمل مثلا عليه او حاجه، وهاتي عارفه الحلقان الصغيره كده اللي بتبقى جرام بتاعه البيبيهات دي، هاتيلك حلق صغير وشيليه. انا مره جبت والله حلق جرام، كان جرام واحد عيار 18، كان الجرام كان ساعتها ب2000، لا كان ب1800، وجبته وشلته، مفيش اي حاجه بتخسر خالص. وزي ما انتم شايفين الذهب سعره بيزيد،
فانت مش هتخسري اي حاجه خالص. كل مدى كده عندك سلسله مثلا هاتي فيها حرف، هاتي حاجات صغننه زي ما قلت لك، خاتم صغنن كده، جمعي خواتم صغننه كده مع بعض وتعالي في وقت كده ايه، لميهم كده وجمعيهم في مبلغ، في خاتم كبير مثلا او حلق يكون كويس. فهماني؟ فجمدي الفلوس في حاجه بحيث ان انت ايه، ما تصرفيهاش. لو ما عندكيش مثلا حاجه معينه انت عايزه تجيبيها، اي جهاز في المطبخ او اي حاجه، الحاجات دي بتنفع جدا والذهب عمره ما بيخسر. طيب انا دلوقتي ما معيش فلوس اصلا ان انا احوش، عندك حل من الاتنين. يا اما يعني تحطي مبلغ اول الشهر يعني ولو بسيط، يعني طلعي 10% بس من الفلوس اللي انت بتاخديها، سواء بالاسبوع سواء بالشهر، شيليهم على جنب كانهم اصلا ما جوش خالص. انت بتاخدي 500 مثلا في الاسبوع، شيلي 100 جنيه، شيلي 50 جنيه حتى، يعني لو ال 100 جنيه هتبقى كتيره او حاجه، شيلي بس 50 جنيه على جنب، حطيها في الحصاله. تمام. طيب انت ما بتاخديش فلوس مثلا على بعضها او كده. طيب تعالي اقول لك على شويه افكار كده، انا كنت عامله لكم بيها فيديو قبل كده، يعني بتمنى ان انتوا تشوفوه، حلو جدا. الفيديو اللي انا اشتريت فيه الحلقه الذهب دوت، وطلعت قلت لكم انا جمعت الفلوس دي ازاي. تعالوا نبدأ بقى بالمطبخ. المطبخ بيبقى كلنا عندنا كراكيب في المطبخ. طيب انت دلوقتي انويها كده وادخلي المطبخ بنية ان انت هتنضفي المطبخ دوت، وفي نفس الوقت هتلمي الكراكيب اللي هي موجودة في المطبخ عندك وبيعيها. تمام. اهو من ناحيه هتنضفي المطبخ بتاعك، لان احنا دلوقتي الجو حر جدا، ما ينفعش ان انت يبقى عندك كراكيب كتير في المطبخ. ومن الناحيه التانية هتستفادي بيها، ان انت هتبيعيهم وتاخدي فلوسهم تحطيهم في الحصاله. تمام. الحاجات دي والله احنا عندنا كلنا كراكيب، وبيبقى يعني في معتقداتنا كده ان احنا هنستخدمهم، بيبقى يعني قلبنا مش جامد كده ان احنا نرمي الحاجة. معظمنا بيبقى كده، حاجة اتكسرت فبتشيليها على جنب، لعل وعسى تصلحيها في يوم من الايام او تحتاجيها او حاجة. بس يعني طالما الحاجة عدت عليها سنة، اعرفي كده الحاجة عدت عليها سنة يبقى انت مش هتستخدميها تاني خلاص، يبقى ارميها واستفادي بالفلوس بتاعتها. عندك ازايز بقى فاضيه، الازايز الفاضيه بقى بتاعت الزيت، الصابون بقى، اي ازايز بقى، شامبو، مش عارفه ايه، العلب الفاضيه، البلاستيكات، الحاجات اللي اتكسرت عندك، كل الحاجات دي بقى هات شنطه كبيره كده وابتدي لميهم كلهم. و بتوع الربابيكي دول بيعدوا على طول، بيعيهم على طول واستفادي بيهم، وحطي الفلوس على طول في الحصالة كأنهم ايه، مجوش. تمام. زي ما قلت لكم في فكرة تانية بتاعت العيش، احنا معظمنا بيجيب عيش بتاع التموين ده. العيش دوت لو فضل بالليل بيفرول ومحدش بيرضى ياكله، جمعيه كده في طبق كبير كده لو عندك بلكونة، طبق كده، وحطي فردي العيش دوت فيه، نشفيه. والله عندك حد بياخد منك العيش ده بيربي فراخ او كده، وماله اديها له، يعني اديها العيش دوت، ويعني هينوبك ثواب وكده. ما عندكيش حد حواليكي بيربي فراخ، او انتي ما مالكيش علاقة بحد، بيعيهم، نشفيهم وبيعيهم برضو بفلوسهم، خديهم حطيهم في الحصالة. في فكرة تانية برضو كنت قايلها لكم قبل كده. استنوا قبل ما اقول لكم الفكره دي، احنا عملنا السلطه خلاص اهيت، يا رب تكونوا ركزتوا في السلطه، انا ما عرفتش اشرح بالظبط. انا جبت بقى الفراخ عندي اهوت، جبت جريلا وحطيت فيها شويه كده من الزيت، وابتديت ان انا ارص الفراخ، وهحطها بقى ايه على نار هاديه كده، على البوتاجاز. ما تقلبيهاش اول ما بتحطيها، يعني سيبيها دقيقتين 3 كده تتشمع من تحت، وبعد كده اقلبيها. انا خلاص الفراخ عندي استوت اهي، رصيتهم كده في سيرفيز، و حطيتهم كده زي ما انتم شايفين، ريحتها كانت حلوه جدا، وعايزه اقول لكم خفيفه قوي وطعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. كنت بقول لكم الفكره التانية، الدولاب عندك، افتحي الدولاب هتلاقي طرح كتير جدا انت ما بتستخدميهاش. ممكن لبس يكون جديد انت اصلا جبتيه ولبستيه مره واحده وركنتيه برضو ما لبستهوش تاني، او حسيتي ان اللبس مش مناسب ليكي، فابتدي بقى اعملي جروب لللبس اللي عندك دوت، سواء ليكي او لولادك.
عايزة أقول لكم أنا شُفت جروبات كتيرة عاملين الموضوع دوّة وحلو جدًا، أنتِ هتستفادي وغيرِك برضه هيستفيد بدل ما ينزل يشتري الحاجة جديدة، وأنتم شايفين الأسعار دلوقتي بقت صعبة جدًا، حتى لو هتنزّلي من نُص تمن الحاجة بس بدل ركنتها كده في الدولاب، أنتِ هتستفادي بالفلوس دي وغيرِك برضه هيستفاد، فالفكرة دي برضه حلوة جدًا. أي حاجة عندِك عايزة تتباع بقى اعملي جروب واتس كده أو على الفيس ابتدي اعرضي الحاجات دي، أو أصحابِك، قرايبِك، أكيد كل واحدة فينا عندها حاجات برضه ما بتستخدمهاش، فحرام الحاجات دي تترمي، فغيرِك يعني يستفاد بيها. دي كانت شوية أفكار يعني، وطبعًا زي ما قُلت لكم الفيديو اللي أنا عملته لكم ده كان فيه أفكار تانية كتير تقدروا إن أنتم تشوفوه، و حاجات أنتِ يعني مش هتأثّر على ميزانية بيتِك ولا أي حاجة، حاجات موجودة أصلًا عندِك بس أنتِ مش عارفة تستفادي بيها، فتقدري إن أنتِ تستفادي بيها وتحطّي في الحصّالة، وزي ما قُلت لكم حطّوا هدف قدّامكم وخلّي عندكم كده إرادة إن أنتم تحوّشوا حاجة، يعني يبقى ليكِ مبلغ خاص بيكِ أنتِ عايزة تشتري بيه أي حاجة لنَفْسِك أو كده. الموضوع على فكرة حلو جدًا، مش هتخسري أي حاجة فيه، جرّبي كده وإن شاء الله ربنا هيكرمِك بإذن الله. فده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا كده منه وطلعتوا منه ولو بفكرة بسيطة، وتكونوا اتشجعتوا كده وعرفتوا أنتوا هتقدروا تعملوا إيه، اتشجعوا كده واتحمسوا كده واستعينوا بالله، وأشوفكم إن شاء الله على خير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.